عندك فوبيا من تشوف هيك نوع من انواع الادويه؟ بعض الاحيان احد زملائي طبعا سالني قال لي انا من اشوف هيك نوع من انواع الادويه يصير عندي خوف، مو مثل ما اشوف مثلا دواء معين الحبايه ظاهره بي. طبعا هذا الدواء هو عباره عن مكملات غذائيه، مو دواء مثلا لعلاج الالتهابات او غيرها، وبالعكس هذا الدواء هو لعلاج الالتهابات، لكن بعض الناس تظن انه هذا دواء مثلا مكمل غذائي باعتبار الحبايه او الكبسوله ظاهره، وهذا ممكن دواء مثل كبسول الالتهابات المعروف المغلف. انا انطيته هذا العلاج احد زملائي واحد اصدقائي، قلت له انه هذا مكمل غذائي يفيد للاعصاب، يفيد ان ينبهك، يفيد لكثير من الحالات للنيوروباثي السحوله، لكن هو تخوف من عنده وقال انا عندي فوبيا من هذا الدواء باعتباره مغلف. السبب من تغليف بعض انواع هذه الادويه هو بعض انواع الادويه تكون فوتو سنسيتيف او حساسه للضوء، لذلك الشركه تستوجب ان تخليها بهذا الشكل الو يعني الومنيوم بالقهوه والومنيوم بالامام، حتى تحجب اشعه الشمس عن هذه الادويه وما يصير بها تحسس او تغير فيزيائي بسبب الشمس او بسبب الضوء. لكن بعض انواع الادويه تكون مثلا مو حساسه للضوء، فالشركات تسويها يصيح لها الو بي في سي، يعني يكون بالقهوه الومنيوم وبالامام ماده البي في سي اللي تكون شفافه. لذلك من تشوف انت بعض انواع الادويه مغلفه بهذا الشكل مو معناها انه هذا ممكن دواء التهابات او هذا ممكن في دواء معين مسبقا انت ماخذه، اي دواء ممكن يكون، لكن بعض الاحيان الشركه سوت هذا الشكل لانه هو حساس للضوء.